عليكم ورحمة الله وبركاته. المتتبعين الكرام كي دايرين بخير؟ نتمنىكم كلكم تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم تتشاهدوا في هذا الفيديو وانتم في احسن حال. اليوم البنات غندير معكم الحوت في الفران، تيجي اكثر من رائع بالخضرة، يعني تياكلوه حتى الدراري، وحنا عرفنا الا طيبنا في الفران ولا بخرناه تيبقى محافظ على المكونات ديالو. اوميغا 3 اللي تتكون في الحوت ما تضيعش لينا، بحال في القليان وداكشي تيجي صحي 100% وتياكلوه الوليدات وناكلوه حتى حنايا، علاش لا؟ يعني مفيد. ما تمنيت اي واحد يشارك معايا هاد الطاوه ديال الحوت وياكلها معايا، راه جات اكثر من رائعه، والله ما نكذب عليكم. المهم خليكم مع المقادير، تبعوني الفيديو الى الاخر. اول حاجه البنات غنجيب هاد الاناء ديالي هنايا، راه كما تشوفوا عندي واحد جوج حوتات كبارين غسلتهم من قبل وحطيتهم ينشفوا. غنجيب هاد الاناء غنحك فيه واحد الخمسة الفصوص ديال الثومه كبارين. مهم راه الفيديو شارح راسو، المهم انا قلت نشارك معكم هاد الطريقه ديال الحوت، تجي زوينه وتجي لذيذه بزاف. قلت علاش لا ما نشاركهاش مع متتبعي الكرام، علاش لا؟ حنا تنستافدوا من بعضياتنا. دابا خوتي من بعد ما حكيت هاد الثومه انا نحيد هاد الطاسه على جنب، وغنجيب هاد الطابله ديالي باش نقطع عندي واحد شويه الربيع. المهم ما توفرش عندي القزبور بزاف والمعدنوس، غنقطع هاد شويه اللي عندي، ولكن راه عندي يعني قزبور مطحون هو نعوض به. المهم كما قلت لكم، المهم حنا تنديبانيو باللي عندنا، ماشي ضروري تنخرجوا نتقداو من الزنقه اللي عندنا نقضيو به. غنحاول نرقو مزيان، انا شتوني ما طحنتو ما والو، تنحاول نقطعو مزيان باش ما يبقاش باين. وغنديرو هنايا في هاد الطاسه مع الثومه، وغنجيب واحد شويه زيت البلديه، قياس نص كاس صغير ديال زيت البلديه. عندي هنايا شويه ديال معلقه صغيره ديال السودانيه الحمراء مطحونه، معلقه صغيره الملحه، معلقه صغيره ديال السكينجبير. المهم راه ماشي عامرين المعلقات الفم. معلقه صغيره الكمون، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، وغنجيب هذا شويه اليازير حتى هو غادي نحكو، غنديروه هنا حتى هو تيجي زوين، تيعطي واحد المذاق رائع في الحوت. انا هو والزعتر دائما تنخدمهم في الحوت، تيعطيو واحد المذاق زوين. عندي شويه الزعتر يعني ديال البلاد، تنحكو هكا بين يديا. غنجيب واحد الحامضه نقطع النص ديالها، هو اللي غادي نشرمل به، والنص الاخر غنخليه للتزيين. هانتوما كما تشوفوا انا راه ندير هذاك الشيء عشوائي قدامكم باش ماشي نعقدوا الامور، ضروري تنحطوا يعني يكونوا الماعن سبيسيال وداكشي باش نقدروا نسجلوا ولا هادي. غنديبانيو بداكشي اللي عندنا. المهم غنجيب هاد الصباعيات هادي على وديت، كاين تما الخرقوم وما تيبغيش يتحيد من اليدين. ما غنجيب هاد الحوت هكا تنفلحو هكا من الجناب باش تقدر تخليه فيه الشرموله. حنا عارفين كلشي تيعرف يغسل الحوت، كلشي تيعرف يطيب الحوت، ولكن كل واحد والطريقه ديالو. حيت هاد الحوت اللي تيكون هكا البنات غليظ ضروري ما خصنا نفلحو باش تدخل فيه لقامه، باش ما تيجيناش باسل. ودابا عاد نخلط هاد الشرموله كلها ونشرمل الحوت ديالي ونمشي عاد نقطع الخضره من بعد. صدقوني البنات جربوها وردوا عليا، راه تيجي غزال، تيجي والله ما تقنعوا منه. تيجي لذيذ بزاف. انا هذه هي الطريقه المفضله عندي بالنسبه للحوت هكا اللي كان غليظ. ما تعجبنيش مقلي نهائيا، هذه هي الطريقه تنديرو دائما في الفران. المهم نحاولوا نشرملوه مزيان من الداخل ومن برا، وندخلوا فيه لقامه من دوك الجناب اللي فلحنا ليه هكذاك باش يتشرمل لينا. ودابا غنرقدوه هنا ونخليه ونمشي
نقطع الخضره ديالي لي باش نرافقو. المهم خليكم البنات، ما نحرقش لكم المراحل، خليكم مع الفيديو الى الاخر ونتمنىكم تجربوه. غنجيب واحد البصله، واحد الكركوبه البصله، غنقطعها هكا طريفات باش نديرها في الطاوه هي الاولى. بالنسبه للبنات انا عندي المول ديال الدجاج ولكن ما بغيتش نديرو، بغيت ندير المول هذا ديال الحديد هكا ما تيتعطلش ليا في الطياب. ديال الدجاج حنا تنعرفوه تيطلب الوقت كتر، هذا دغيا تيطيب. هانتوما كما شفتوا راه وريت لكم حيت مزربه الفيديو. عندي 5 الحبات ديال البطاطا، راه قشرتها وغسلتها حتى هي، خليتها تتقطر باش نهز الخضره ديالي ناشفه. هانتوما كما تشوفوا راه تنقطعها هكا عشوائيه في يديا ماشي مشكل. المهم هو المشاركه. دابا غنهز هاد البطاطا ديالي وغنحطها في واحد الاناء، تنحيد الحوت باش نشرملها في داك الشرموله ديال الحوت باش تجينا حتى البطاطا ديالنا تجينا يعني فيها ديك نفس القامه نفس الشرموله، ما تجيناش الخضره ديالنا باسله. وغنجيب الفلفله حتى هي الحمراء والخضراء وغندير لها نفس الطريقه، نقطعها هكا عشوائيه كما تشوفوا طويله. رانا مزربه الفيديو باش ما يجيش الفيديو ممل وما يكملش. انا نفضل يعني الواحد اللي يدير فيديو هكا فيه 10 دقائق 8 دقائق ما تيكونش ممل باش يقدر يتشاف كامل. هانتوما كما شفتوا راه نحيت الحوت خليته في واحد الاناء، وغنجيب البطاطا ديالي اللي قطعت من قبل غنشرملها في ديك الشرموله، تنخلطها حتى بديك الشرموله هكا باش تجيني داخله فيها القامه وتجي حتى الخضره حتى هي بنينه. ومن بعد هانتوما كما تشوفوا راه غنجيب طاوه ونستفها هكا قدامكم. المهم انا غنكمل البطاطا ونرجع معكم. من بعد ما استفتها غنجيب دوك الطريفات ديال المطيشات هما غندير لهم نفس الطريقه ديال البطاطا. ودابا انا نجيب الطاوه ديالي. هانتوما ها الحوت شوف مشرمل ما شاء الله، على المنظر ديالو تيجي اكثر من رائع، يعني تيفتح الشهيه. من بعد ما استفتو هكا انا غنجيب الفلفله ديالي الحمراء والخضراء حتى هي، غنجيب دوك الطريفات ديال الحامض اللي قلت لكم البنات للتزيين، غنعمر بهم دوك ديك الفلحه اللي فلحت بها الحوت. حنا عارفين الحامض تيتواتى مع الحوت، والحرور الكمون تيتواتى مع الحوت. المهم انا درت لي بهذه الطريقه، وانتم كل وحده ودير لي الطريقه ديالو، وكل وحده راه حنا تنعرفوا المغربيات ما شاء الله كلكم مبدعات وكلكم تعرفوا طيبوا. انا قلت نبارطاجي معكم الطريقه ديالي ديال الحوت وصافي. ما انا عارفه كلشي حادقات كلشي مبدعات ما شاء الله عليكم، علاش لا نستافدوا مع بعضياتنا. المهم انا نستمر هكا تنكمل الفلافل ديالي كاملين، وممكن ديروه حتى في الطاجين هكا. انا فضلت نديروه في الفران، وممكن اللي بغى يديرو في الطاجين يديرو في الطاجين. سنحاول نستفو هكا باش نخلي لي سباس فين ندير مطيشه، حيت عمرات لي الطاوه. ديك الشرموله اللي بقات لي سنحاول نديرها من الفوق، وغنجيب دوك الطريفات الحامض اللي قلت لكم خليتهم للتزيين غنديرهم هكا من الفوق مطيشه. هانتوما تشوفوا الطاوه ما شاء الله جات غزاله.
من بعد تنجيب واحد شويه زيت البلديه وتنديرها هكا من فوق مطيشه. ودابا هاد الطاوه ديالنا واجده البنات. انا غنجيب البابيل ديال الفورنو وغنغلفها هي الاولى وعاد ندير لها الومنيوم. غنجيب واحد شويه الزعتر وغنحكو من الفوق، تيعطي واحد المذاق زوين البنات مع مطيشه والحوت. دائما ديروا البابيل ديال الفورنو هو الاول، ما ديروش الومنيوم نيشان، لان احنا عارفين المهم الوقايه خير من العلاج. الواحد يدير البابيل ديال الفورنو هو الاول وعاد يغلفها. دابا خوتي من بعد ما وجدت لينا الطاوه ديالنا، ها نتوما كما تشوفوا طالع منها الفار تتشهي غزاله ما شاء الله. نتمنىكم تجربوها وسمحوا لي اللي تشهاها يسمح ليا. انا بغيت نبارطاجي معكم الغديوه ديالي. ما بقى لي الا نودعكم. دمتم في رعايه الله وحفظه مع قناه ام البنات في مدريد. وما تنساوش اخوتي الله يجازيكم بخير، دعمونا باللايك وبالاشتراك وبالبارطاج باش تعمل فائده وتكبر هذه القناه. فضل الله وفضلكم. مع السلامه الى الفيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.